في المرضى اللي عندهم جلطة دماغية إقفارية، يعني فيه انسداد في الأوعية الدموية بسبب جلطة، وده بيؤدي لظهور أعراض زي ضعف مفاجئ في نص الجسم، صعوبة في المشي، ترنح أو مشاكل في الرؤية، وصعوبة في فهم الكلام أو عدم القدرة على نطق الكلمات بشكل صحيح. في الحالة دي مهم جدا إنك تروح المستشفى بسرعة، ويفضل يكون مركز متخصص في علاج الجلطات الدماغية، لأن في أول كم ساعة بعد ظهور الأعراض، لو الجلطة اتفكت بأي طريقة من الطرق، ممكن نرجع تدفق الدم للمخ خلال الساعات الأولى بعد بداية الأعراض. ساعتها بعض الأعراض ممكن تختفي تماما في الحال. وبعد كده، بعد شهر من الاستمرار في العلاج الطبيعي، المرضى اللي بيأخذوا العلاجات دي حالتهم بتكون أحسن بكتير من اللي مخدوش العلاج. طيب إيه هي العلاجات المتقدمة دي؟ في أول كم ساعة بعد ظهور الأعراض ممكن ندي حقنة اسمها تينكتبليز أو منشط البلازمينوجين النسيجي المؤتلف، ودي بتتأخذ عن طريق الوريد علشان تذوب الجلطة. لكن حتى بعد مرور أول كم ساعة، وأحيانا لحد 12 ساعة دلوقتي، مع أحدث العلاجات اللي متوفرة في معامل القسطرة المتقدمة، ومع وجود أطباء الأشعة التداخلية وأطباء الأعصاب التداخليين وجراحي المخ والأعصاب، ممكن ندخل قسطرة مباشرة في الأوعية الدموية المصابة في المخ ونشفط الجلطة، أو نركب دعامة ونطلع الجلطة، وده بيؤدي فورا إلى استرجاع تدفق الدم. والإجراء دي بيكون ناجح أكتر بكتير لو أتعمل بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وفي المستشفى الصحي، فده مهم جدا جدا. من فضلك افتكر تيجي المستشفى في أسرع وقت، وما تضيعش وقتك في مراكز صغيرة أو عيادات خاصة حتى لو بتاع دكتور أعصاب. أفضل وقت هو الساعة الذهبية من بداية الأعراض. الحقوا وروحوا المستشفى والطوارئ فورا.